عليكم أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات. معكم الشيف عداد فضيلة في برنامج كوزينة هي. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد دائما. اليوم إن شاء الله على بركة الله جبت لكم وصفة المقروض اللي هو سلطان الحلويات. نروح مباشرة للمقادير. عندنا 3 عبار سميد خشن، هنايا 3 عبار سميد خشن، يعني بهذا العبار عبرت 3 عبار. عندنا عبر تاع السمن دايب، عندنا عبر تاع فرينة، عندنا شويه تاع ملح، عندنا كيس تاع خميره كيميائيه تاع الحلويات، وعندنا عبر تاع ماء ومزهر، وعندنا صفار البيض. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. في هذه الجفنة ولا في الليانة اللي درناها نحطوا الفارينة، يعني نحطوا النواشف هما الاولين، نحط الملح اللي ذكرته في المقادير، ونحط الخميرة الكيميائية اللي كنت ذكرتها، يعني هو ان ساشي. نخلط مليح نواشف مع بعض. هي من الأحسن تخلطي بيدك باش تحصلي على نتيجة مليحة هكذا. ومن بعد في الوسط نديرو هكذا يفون في الوسط، ونديرو السمن دايب اللي هو العبر تاع السمن دايب هكذا. شوفوا كامل نكملوا العبر تاعنا. هنايا فوق السمن واش ندير غير شويه تاع زيت فقط، شويه زيت فقط هكذا، حوالي 2 مغارف كبار هكذاك، حوالي 2 مغارف كبار. ونخلط مليح. شوفوا هنا السر تاعو المقروض تاعنا لازم تخلطيه بيان وتحبكيه مليح بيدك. يعني هذا مقروض موش كيما تاع زمان كانوا يبيتوه ويخلوه يبات ويخلوه لازم يريح ليله كامله. هذا مقروض ديريه بالخف، يعني ما يديلكش وقت بزاف وراح تتحصلي على نتيجه رائعه اذا تبعتي الخطوات تاعي، يعني خطوه بخطوه. هنا واش نديرو، هنا المقروض تاعك باش يكون مليح ويكون مرمل لازم تحكمي المقروض هكذا بين يديك، وتحكي هكذا بين يديك هكذا. يعني نحاول نكسر الحبه تاع السميد ونخليها يعني تنسجم مع كاع المكونات اللي راهي مع بعض هنايا. فوالا شوفوا نبقى نحبك مليح. يعني هذه الطريقه علاه درناها، علاه تبقى تحبكي مليح، لازم حتى الخليط تاعنا يولي بيض. هنا نعوض المقروض، يعني زمان كانوا يباتوا كما ذكرت لازم يبات، هنا مش راح يبات. الوغ هذيك الفتره اللي بات فيها انا واش ندير نخدمه، نقعد هكذا نحبك بيان حتى نحس باللي الخليط تاعي راه بيض، معناتها السميد تاعي والمكونات كامل اللي راهي هنايا راهي منسجمه في بعضها بعض، يعني راهي مخلطه مليح. فوالا هكا. شوفوا هنا من بعد اللي حبكناه مليح قلت وتحصلوا على هذه النتيجه. شوفوا هنايا يولي بيض في يديكم. واش نديروا هنايا، نضيفوا الصفار تاع البيضاء اللي ذكرتها في المقادير هكذا. نخلط ثاني مليح بس كامل البيض يتخلط معاه هكذا، يعني نخلط مع المكونات كاع مع بعضها بعض هكا. بعد واش ندير العبر تاع الماء والمزهر. هنا شوفوا طريقه غير بالعقل، وندخل الماء والمزهر في العجينه نتاعي، ما لازمش نديروها على ضربه واحده هكا، يعني نكمل كامل العبر تاعي
على قلت لكم المقروض بمقادير مضبوطه. فوالا شوفوا القوام تاعو كيفاش، بالك وما زعما كي تشوفوه هكذا ولا تقولوا سي بون راه جاري بزاف، ولا حنا راح نخلوه يرتاح. كي يرتاح يرجع القوام تاعو هذاك هو. بعد فاصل نعود. هذا هو المقروض تاعنا اللي رولناه، خليناه يرتاح حوالي 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حسب نوعيه تاع السميد. كاين السميد اللي يشرب بالخف، كاين اللي يديه حتى 15 دقيقه. هنا راه يرتاح ونروحوا مباشره للمقادير تاع الحشو. مقادير تاع الحشو عندنا نقولوا غرفيه صغيره ولا كيله تاع كاوكاو ولا لوز على حسب الامكانيات تاعكم. يعني هنا راح نديروه بالكاوكاو باش يكون في متناول الجميع. عندنا عبر تاع كاوكاو، عندنا مغرف كبيره تاع سكر. شوفوا ما درناش نسبه تاع السكر بزاف باش ما يكونش حلو بزاف. عندنا مغرف تاع قرفه اللي هي باش نعطروا بها لافارس تاعنا. وعندنا هنا السمن دايب. هنا شوفوا السمن ذوبته ونديروا ونرونوا. هنا ما كانش فيه العبر تاع السمن، يعني حتى نرونوا الكميه تاع الكاوكاو تاعنا. فوالا شوفوا رانا نرونوا حتى نتحصلوا على تقريبا عجينه وهي تاع كاوكاو. هنا علاه قوينا بزاف باسكو زمان كانوا يديروا غير شويه ويكملوا كامل بالمزهر. بصح كانت كاينه واحد الخطا. باغ اكزومبل الحلوه تاعي كانت تبقى بزاف، تصيب الحلوه طريه والداخل تصيبها يابسه باسكو علاه فيها كميه تاع المزهر بزاف. شوفوا كيفاش تحصلنا على القوام تاع الكاوكاو. هنا تحصلناه تقريبا راه يترون. شوفوا راه يتعجن. واش نديروا في الاخير؟ نديروا رشه تاع مزهر فقط، رشه تاع مزهر. فوالا ها شوفوا ما قويتش بزاف، ونبقى نخدم فيه بيان باش يجيني معسله للداخل. فوالا هكذا شوفوا القوام تاعها. ها يعني نقدر نشكلها بكل سهوله. سوف نعود بعد الفاصل. بعد اللي خلينا المقروض تاعنا ارتاح، هذا هو القوام اللي كنت حباته. شوفوا يعني كي ندير هكذا يتشكل، شوف يعاود يرجع. هنا راه واجد باش نخدموه، ومام العقده الثانيه راهي واجده. نروحوا مباشره لطريقه تشكيل المقروض. يعني هنا نطلب منكم تتبعوني خطوه بخطوه باش تنجحوا في المقروض تاعكم. هنايا يعني ماهوش صعيب بزاف، هذا ما المقادير تاعو راهي في متناول الجميع. ومام حتى الطريقه جبت لكم طريقه سهله، يعني قلت مقبل بلي ما يبات ما نخليه يرتاح ديريكتومون نخدموه. هنايا نجيب كميه باش نديروا حربوش. فوالا شوفوا هكذا مباشرة. شوفوا يعني نشكلوا حربوش. نظن كل وحده تعرف تشكل، واللي ما تعرفش معليش تبعني خطوه بخطوه باش تتحصل على نفس النتيجه معايا. هنا واش نديروا هكذا بصبوعي نفتح هذا الحربوش تاعنا في الوسط. هنايا نفتح. شوفوا كيفاش ندلو هكذا ونطلع غير بالعقل باش لافارس تاعنا ما تطلعلناش. ومن بعد مباشره لافارس تاعي نديروها في الوسط. شوفوا هنايا الطريقه ندير هكذا ومن بعد نبقى نمشي في هاد لافارس هكذا. نزيد ثاني شويه نبقى نمشي هكذا حتى نكمل لاخر الحربوش. هنايا شوفوا معايا بزاف. الطريقه هذه مهمه باش تنجحوا في المقروض. كيفاش دير باش تغلقي الحربوش تاعك؟ ندير هذا الصبع ندير له هنايا وهذا نغلق به. على واش ندير؟ علاه راني ندير في هذه العمليه؟ على جلب الهواء ما يدخليش. فوالا هكذا يعني هذا نضغط على لافارس وهذه نغلق بها وميمتو نخرج الهواء. هكذا 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 هكذا. شوفوا انا غلقناها بيان.
نزيد، ما نروحوش مباشره ندور الحربوش تاعنا باسكو راح تدخل لكم الهواء تخسر لكم كامل الحربوش. واش ندير؟ نساحفو غير بالعقل هكذا، ها شوفوا هكذا. يعني هنا راني نسقم في الحربوش او ميم طون ندور فيه غير بالعقل باش نتحصل على نتيجه مليحه. فوالا شوفوا. وحتى في الاخير باش ندور، شوف 2 دورات حتى 3 دورات. شوفوا هنا واش تحصلنا على حربوش راه بيان ليس. واش نديرو؟ نجيبو هذا الطابع اللي هو تاع زمان، نظن ما كاش اللي ما عندوش في البيت تاعو. بهذا الطابع نحكم الحربوش تاعي هكذا هكذا هكذا. معناتها شغل نقيس الحربوش بهذا الطابع باش يجيني قياس واحد. شوفوا اني قصته في هذه الجهه وزدت قصته في هذه الجهه. ومن بعد واش ندير؟ نحكم السطح الفوقاني ونضغط مليح. وهنا بالكو تضغطوا ما ترفدوا هذا الطابع باسكو الا رفدتي طابع وعاودتي حطيتيه راح يفسد لك الرشام تاع المقروض تاعك. لازم ما ترفديهش كامل حتى تكملي. شوفوا ندير هاك، نميل على لي دو كوتي هكذا باش نعرف باللي الرشام تاعي راح يخرج لي. فوالا شوفوا نتيجه رائعه. نزيد مع الحبه هذه ونضغط ثاني هكذا. شوفوا كيف راني ندير، ما طلعتوش، راني نميلوا على الجهه بهذا الخطوط يخرجوا او ميم طون الرشام الوسطاني يخرج. هنا شوفوا واش حصلنا على رشام تاع مقروض من الفوق. هنا واش نديروا؟ ما تروحوش تقطعوا ديريكتومون الحبه تاع المقروض على 4. هنا نقطع غير في الوسط فقط هكا ومن بعد هكا. شوفوا هكا 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 وهكا. شوفوا كيفاش درنا، قطعنا الوسط فقط. واش ندير؟ نحكم لي كوتي. هذه العمليه جد مهمه، الا ما درتوهاش ما كنتوش راح تحصلوا على هذه النتيجه. لازم تتبعوني خطوه بخطوه. فوالا شوفوا هكذا. ومن بعد واش ندير؟ شوفوا هذه الحبه هنايا ما نقطعش ديريكتومون هكذا الخدمي باسكو كاين بزاف تقول لك نقطع نتبع هنايا. لازم نميل الخدمي، نميلو لبرا باه الحبه تاعي تجي الحجم تاعها. شوفوا ميلتو لبرا. نتوما تقولوا علاه ميلت تخرج حبه زعما نقولوا خارجه هكا نص، هي لا ميلت هكذا باه من بعد كي ندير هكا فوالا يعني تجي الحبه هذيك هي. فوالا شوفوا الخدمي نخرجوه للبرا ثاني وندير هكا وبالتالي تتحصلي على حبه مقروض رائعه. نزيد الحبه الثانيه. شوفوا هكذا خرج قلت لبرا ونزيد نخرج هذه لبرا. فوالا. وهذا الحواشي هادو اللي ما فيهمش لافارس نعاودو نديروهم مع لافارس الاولى. بون هكا يعني نحاول نتعاون مع لو بلان دو طرافاي تاعي. فوالا هكذا. حنا نكملوا كامل الكميه تاعنا وبعد الفاصل نعود. وهاو المقروض تاعنا بعد اللي كملت كامل الكميه تاعي وشكلته ودرته في سنيوه. والسنيوه ما تدهنوهاش باسكو المقروض فيه ليدام. وتخلوا دائما ليسباس هكا بين الحبه وقتها باش يطيب بيان، باش يطيب لكم في لي كوتي. كي ندير المقروض تاعي نديرو على 180 درجه لمده 45 دقيقه. شوفوا المقروض تاعنا من بعد 45 دقيقه راهو طاب ونحيته من الفوق. لازم هكذا سخون هكذا نعسلو مباشره في السنيوه نتاعو. هذا هو سر المقروض تاعك باش يجيك معسل للداخل. فوالا شوف فرغ كامل على الحبات نتاوعي هكذا. شوفوا هكذا. فوالا
هنا واش نديرو، نخلو المقروض تاعنا هكذا في الحسل تاعو، نخلوه حوالي 4 سوايع حتى 5 سوايع. قادره تخليه حتى في الليل، مثلا باغ خدمتيه في الليل، غدوه من داك الصباح تصيبيه شارب بيا الحسل تاعو، راح يدي الا حقه، مش راح يدي فوق حقه. نتلاقاو في لا بريزونطاسيون ونوريكم كيفاش نحطوه. هاوليك المقروض تاعنا من بعد اللي طيبناه وعسلناه، شوفوا كيفاش طاب وراه احمر وشباب ومعسل. وشوفوا هنايا معايا نوريكم كيفاش طاب لداخل وكيفاش طري. شوف يتكل بالمغرف ما شاء الله. هاوليك فوالا، شوفوا راه طايب للداخل وطري ومرمل وما شاء الله عليه. كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم اللي هو مقروض. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتخلونا التعاليق تاعكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه نتاعنا والضغط على الجرس. سلام.